السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. فيديو جديد ونهار جديد ان شاء الله. عواج لكم مبروك اخواتاتي، يدخل عليكم رمضان بالصحه والسلامه واش ما تمنيتوا ان شاء الله يا ربي. اليوم اخواتاتي من ضمن سلسله هكا تحضيرات معسلات رمضان. ضروري اخواتاتي كنحتاجوا هكا العسل اللي كنكونوا مصايبين على يدينا في الدار. صراحه الله كنعسلوا بها الحلوى. اي معسله هكا تبارك الله كتبقى معسله وكتشربين العسل وعارفين اشنو دايرين فيه. عندي هنا واحد القالب ديال السكر. انا خواتاتي تنصيب هكا العسل بالقالب تيجي زوين وكيجي ناجح تبارك الله ما شاء الله وكيجي زوين. تقدر ديري هكا الكميه اللي بغيتي. عندي انا هنايا الكميه اللي غادي نشارك معكم. عندي هنايا واحد الحامضه درتها هكا دوائر على هذا الشكل هذا. عندي اخواتاتي هنايا واحد العويد ديال القرفه هكا. وعندي باديانات تقريبا واحد 3 الحبيبات هادو تيعطيو واحد المذاق اللي زوين بزاف العسل وكيجي تبارك الله من السم تيجي غزال. وعندي اطرود الماء صافي. هادشي اللي غادي نحتاج ان شاء الله. عرفتي اللوين ديالو كيجي غزال، المذاق ديالو ما نقول لكمش تيجي زوين بزاف بزاف. المهم ما نفوتوش اطرو ديال الماء في هذا القالب ديال السكر. تبارك الله راه تيجي العسل ديالنا هو هذاك. صافي دابا راه درت هداك القلب تاع السكر هكا في الكوكوط، غادي نخوي عليه هكا الماء. كاين البنات اللي تيصيبوا هكا العسل بالسنيده، كل واحد والطريقه اللي مولف اللي معود عليها. انا المهم تنصيب هكا العسل ديالي بالقالب تبارك الله تيجي زوين وكيجي ناجح وما كنتخوف منه ما حتى شي حاجه. كينجح من اول مره ما كيتحجر ما حتى شي حاجه. وهكا المعسله اللي عسلتيها به تيجي غزاله ما شاء الله. صافي غادي نخلي دابا ان شاء الله العسل هاد السكر ديالي حتى كيذوب ان شاء الله. غادي نزيد دابا ديك القرفه وغادي نزيد ديك الباديانه. ديك القرفه والباديانه خوتي كتعطينا واحد المذاق ما نقول لكمش غزال ما شاء الله في العسل. كاين اللي تيضيف فيها حتى تيضيف الزعتر. المهم انا ما كنضيف حتى شي اضافه من غير القرفه والباديانه والحامض. صافي شي مرات خواتاتي تندير حتى الليمون البرتقال تندير هكا لي طرونش تاعو تيجي واعر صراحه. داك تيجي حتى الماكله. صافي نتوما دابا غادي نخليه حتى يذوب ليا هاد السكر. عاد غادي نشعل عليه البوطه ان شاء الله. وخليكم معايا ما تمشيو فين وكملوا معايا هاد الفيديو الله يسهل عليكم. البنات اللي كيسولوا عليها ما حطيتي حتى شي حاجه كتعطلي بعدتي علينا بزاف ما كتشاركي معنا حتى شي حاجه. سمحوا لي البنات والله العظيم راهي مع الوقت وصافي داكشي باش ما مشاركش معكم حتى شي حاجه. دابا ان شاء الله هانتوما العسل ديالي شعلت عليه البوطه بدا داك السكر يسخن هانتوما بدا كيذوب. صافي دابا غادي نسد ان شاء الله الكوكوط ديالي وغادي ندير الصفاره وغادي نخلي هكا حتى تبدا تصفر. صافي وغادي نقص شويه البوطه وغنخليها طيب على خاطرها تقريبا واحد نص ساعه. العسل ديالنا تيكون واجد وغادي تشوفوا معنا ان شاء الله اللوين ديالو ملي كيطيب لينا هكا العسل. غادي تشوفوا معنا اللوين ديالو ان شاء الله بحول الله. وخليكم معايا متوصلي اختي هنا الله يسهل عليك. خلي لي اللايك وكومونتي زوين وبارطاجيو هاد الفيديو الله يسهل عليكم. خواتاتي دازت تقريبا واحد 25 دقيقه على العسل ديالي. صافي تتشمي ديك الريحه ديال العسل طاب. هانتوما شوفوا تبارك الله ملي كتصيبي هكا الحامض عندك ولا معسل على هاد الطريقه هادي عرف العسل ديالك راه ناجح 100%. وسبحان الله حتى الريحه ديال العسل كتعطي في الدار صافي باللي راه طاب. هانتوما اللوين ديالو لم مشى حتى الحامض ديالكم ولا غامق اكثر من هكا ما بقاش معسل تيولي بحال الكحل. صافي ديك الساعه العسل ديالك تكون محروقه. العسل اخواتاتي هذه هي الطريقه ديالو. نتمنى ان شاء الله يعجبكم. شو تبارك الله كيفاش جا اللوين ما شاء الله. دابا غنخلي ان شاء الله حتى كيبرد وغتشوفوا معنا القوام ديالو ان شاء الله. انا خليته خواتاتي ليله كامله. دابا ان شاء الله غنشارك معكم القوام ديالو كيفاش. هانتوما
هو خواتاتي راه ناجح من اول تجربه، اقسم بالله الا ناجح، ما كيحجر ما حتى شي حاجه، صافي طايب على خاطر خاطرو. دابا هانتوما دابا العسل ديالنا واجد، المعسلات ملي كتشوفي خواتاتي العسل هابط خيط واحد راه ناجح 100%. العسل ملي كتهزيه وتيهبط هكا الخيط ديالو كيتقطع راه مازال ما طيبش وتيكون مازال خفيف هانتوما. وما نقول لكمش المذاق ديالو راه غزال ما شاء الله. دابا عاد غادي نصفيه من هذيك الحامض وهذيك الباديانه والقرفه وطيحين في دوك العظيمات ديال الحامض، غندوزو هكا في الصفايه ان شاء الله بحول الله. ونتمنى خواتاتي الطريقه ديالي تعجبكم، طريقه خواتاتي اللي صراحه الله ساهله وتبارك الله. العسل ديالنا تيجي ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك، تيجي غزال. ونتمنى خواتاتي المبتدئات اللي ما عمرهم ما صايبوا العسل وباغيين يصايبوا، لان صراحه الله العسل اللي كيتباع في الزنقه ما كيجيوش لنا المعسلات نهائيا زوينه، دغيا كتنشف وداك العسل تيكون جاري مزوينش بحال اللي تنصايبو في الدار هكا، تيجي زوين وعارفين اشنو دايرين فيه. ونتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا يعجبكم، خليو لي لايك وكومونتير زوين وبارطاجيو هذا الفيديو. وهنا خواتاتي تيكون سالا هذا الفيديو هذا، نتمنى ان شاء الله يعجبكم. تنقول لكم بسلام عليكم وفي امان الله، الفيديو اخر ان شاء الله.